السادة الرائعون مشاهدي أغا سمارت ستور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة واحد من موديلات HP المهملة وناس كتير مش مقدرة قيمته ومش عارفينه. يمكن اللي أخد الجو منه اللابتوب الشهير HP EliteBook 745 G5، إلا إني بعد مراجعته وجدت إنه يتفوق على الجهاز HP EliteBook 745 G5. على الرغم إن جهازنا النهاردة HP ProBook 645 G4 هو 745 G5 بينزلوا بنفس الإمكانيات تماما، لكن نقاط التفوق دي هنذكرها لحضراتكم تباعا في الفيديو أثناء مراجعته، فلازم تشوفوا بالكامل. تابع الحلقة لأنها دسمة جدا، لأننا هنوضح أمور ما ذكرناهاش في حلقة EliteBook 745 G5، وهي قدرات المعالجات الرايزن الجيل الأول، وهنجاوب عن أسئلة بتدور في دماغ كل اللي مهتم بالأجهزة دي ومقبل على شرائها. كمان هنوضح إيه يكافئها في معالجات انتل، وكذلك إيه يكافئ كروت شاشتها من كروت الشاشة لشركة انفيديا. وأيضا هنوضح لحضراتكم كل اللابتوبات المكافئة في القوة ل HP EliteBook 745 G5 و HP ProBook 645 G4. طبعا التكافؤ ده من ناحية المعالج وكارت الشاشة، وهنحلل كمان ليكم كل تفصيلة في الجهاز، عشان قناتنا هي القناة الوحيدة اللي هتقابلك مرجع أساسي لللابتوبات، ومش بنحلل قطع عندنا زي معظم التحليلات حد عنده جهاز عايز يبيعه وبيقول إمكانيات القطعة اللي في إيده، إنما احنا بنقدم لك مرجع أساسي هيكون الأول من نوعه على اليوتيوب عالميا، مش مجرد بس باللغة العربية. فتابعنا وادعمنا، عشان من خلالنا هتكون قادر على معرفة كل صغيرة وكبيرة عن كل أنواع اللابتوبات إن شاء الله. معكم أنا ضياء آغا، وهنكلمكم النهاردة عن اللابتوب HP ProBook 645 G4. لابتوب لأعمال البيزنس وكذلك للجرافيكس وكمان للألعاب، بيجي بشكل جمالي من شركة HP. غيرت تصميمات البروبوك اللي كانت معروفة نوعا ما بالضخامة في التصميم عن EliteBook، وهنا هنوضح الفرق بين موديلات البروبوك والEliteBook لشركة HP، لأنك هتلاحظ إن الشركة بتنتج الموديلين نفس الإمكانيات تقريبا، الاختلاف فقط في السلسلة. سلسلة بروبوك موجهة للاستخدام التجاري المهني أكتر عن موديلات الEliteBook، وعشان كده تلاقيها أرخص شوية عن موديلات الEliteBook اللي بيكون فيها نوعا ما عناصر إضافية أكتر من ناحية التصميم اللي بيكون أنيق أكتر، ومواد خام بتكون فاخرة نوعا ما عن موديلات البروبوك. على الرغم من كده لازم تكون عارف إن موديلات البروبوك فيها متانة ومصممة للعمل في ظروف استخدام قاسية تم اختبارها وفقا لمعايير صارمة للصدمات والسقوط والاهتزازات. بالنسبة بقى لمرحلة الجي 4 من البروبوك، غيرت HP من الأفكار القديمة شوية وأنتجتها بفخامة أعلى ومواد خام أفخر، جعلها بشكل جمالي رائع زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو. نيجي بقى لجهازنا النهاردة، بيجي بثلاث أنواع معالجات هنذكرها لحضراتكم من الأقل قوة للأقوى كالتالي. أقلهم في القوة AMD Ryzen 3 Pro 2300U، بيجي بسرعة 2 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 3.4 جيجا هرتز ب 6 ميجا بايتس كاش رباعي النواة، تقريبا مساوي في القوة للمعالج كور i5 جيل 8 8250U، ومكافئ له في كامل الأداء سواء في جودة أعمال الجرافيكس أو الألعاب. بيكون مدمج فيه كارت شاشة AMD Radeon RX Vega 6، ده حجمه الفعلي 1 جيجا بايت DDR4. لو عايز تقيسه بأقرب كارت شاشة له في انفيديا فهو انفيديا GeForce 9800M GTX SLI، ده كارت شاشة حجمه الفعلي 1 جيجا بايت DDR3. كارت الشاشة ده بيجي في أجهزة شهيرة زي ديل XPS M1730 وكمان HP Pavilion HDX 9000، وكذلك أجهزة جيمنج زي MSI GT 725 وديل Alienware M17X وASUS G71GX. المعالج ده بيجي في الجهاز الشهير أيضا HP MT44 موبايل سينك لاين، يعني كذلك المقارنة مع الجهاز ده MT44. المعالج الثاني الأعلى في القوة مباشرة هو AMD Ryzen 5 Pro 2500U، ده معالج سرعته 2 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 3.6 جيجا هرتز، ايضا ب 6 ميجا بايتس كاش
رباعي النواة. أقرب معالج له في القوة هو معالج قوي جدا وشهير جدا من شركة انتل كور اي 7 جيل سادس 6700 اتش كيو. ده معالج ممتاز جدا بيجي في أجهزة ورك ستيشن وجيمنج كتير قوي، محقق قوة وطلب عالي خصوصا مستخدمي الجرافيكس والبرامج الهندسية والجيمنج. الأجهزة دي شهيرة جدا زي زد بوك جي 3 وجي 3 ستوديو وديل بريزيشن 5510 و7510 و3510، وكمان لينوفو ثينك باد بي 50 والجيمنج لينوفو ايديا باد 700. وبيجي في أجهزة كتير من شركة ام اس اي زي ام اس اي اس جي 60 جوست برو، وايضا بيجي في أجهزة كتير من اسوس اشهرهم اسوس روج جي 752. المعالج الرايزن 5 بيجي فيه مدمج كارت شاشة AMD راديون RX فيجا 8، ايضا حجمه الفعلي 1 جيجا بايت DDR4. كارت الشاشة ده متميز في اداء الجيمنج والمساوي له في القوة تقريبا من كروت الشاشة انفيديا هو كارت شاشة انفيديا جي فورس 670M. ده كارت شاشة حجمه الفعلي 3 جيجا بايت GDDR5، متوفر في اجهزة جيمنج شهيرة زي ميساي جي تي 70 اسوس جي 75 VW وديل الينوير M17X R4. بالنسبة بقى لأعلى معالج بيجي بيه جهازنا النهاردة هو المعالج AMD Ryzen 7 Pro 2700U. ده سرعته 2.2 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 3.8 جيجا هرتز ب 6 ميجا بايت كاش رباعي النواة. ده معالج قوي ايضا والمكافئ له في معالجات انتل معالج قوي جدا كور اي 7 جيل سادس 6920 اتش كيو. معالج بيجي في اجهزه ورك ستيشن قويه زي ديل بريزيشن 7710 و7720. ده الحجم الفعلي بتاعه 1 جيجا بايت DDR4. المكافئ له في القوه تقريبا من كروت الشاشه انفيديا هو كارت الشاشه انفيديا جي فورس 755M. ده كارت شاشه حجمه الفعلي 4 جيجا بايت GDDR5. ده كارت شاشة موجود في أجهزة جيمنج زي لينوفو واي 510 بي وكمان ام اس اي جي اي 70 وأيضا اسوس ان 550 جي كي، وكذلك موجود في الجهاز اتش بي انفي 15 تي جي 100 كواد اديشن. لو جينا بقى للهاردات اللي بيشيلها جهازنا النهارده فهو بيشيل هاردين، وهنا تعتبر أول نقطة تفوق للجهاز 645 جي 4 عن جهاز 745 جي 5 لأنه قادر على إنه يشيل هاردين، واحد M.2 ممكن تضيف SSD او NVMe، وهارد تاني مقاس 2.5 بوصة تقدر تضيف SSD او HDD او SSHD. لو جينا للرامات زي 745 جي 5 في 2 ديم سلوتس يقدر يشيل حد اقصى رامات حتى 32 جيجا بايت، يعني قطعتين 16 و16 DDR4. بالنسبة للشاشة بتاعته بتيجي بمقاس 14 بوصة وبيجي بثلاث انواع شاشات، شاشتين منهم فول HD بدقة 1920 في 1080، احدهم بتكون تاتش سكرين والتانية بتكون بدون تاتش سكرين. اما الشاشة الثالثة بتكون HD بدقة 1366 في 768، لكن هنا في نقطة تفوق في شاشة 745 جي 5 انها بتكون IPS، لكن الفرق غير ملحوظ لان شاشة 645 جي 4 بتيجي بتشبع الوان عالي واضاءة ممتازة. هنيجي للمداخل اللي بيجي بيها جهازنا النهاردة، بيجي بمداخل ممتازة وايضا متفوق في مداخله عن جهاز HP EliteBook 745 جي 5. بيجي بثلاث مداخل USB 3.1 منهم واحد للشحن السريع، وهنا نقطة تفوق على جهاز 745 جي 5 لأن 745 جي 5 بيجي بمدخلين USB فقط. كمان بيجي بمدخل USB 3.1 Type C Generation 1 بيكون مصدر شحن وبيشتغل كمان Display Port 1.2. بيجي بمدخلين للعرض على الشاشات، مدخل HDMI ومدخل VGA، وهنا أيضا نقطة تفوق لجهازنا النهاردة 645 جي 4 لأن جهاز 745 جي 5 بيجي بمدخل HDMI فقط للعرض على الشاشات وما فيهوش مدخل VGA. متوفر فيه أيضا مدخل سيم كارد لشرائح إنترنت الداتا، وكذلك مدخل لان للإنترنت الشبكي، ومدخل قارئ للكروت الذكية زي كروت الفيزا. كذلك في مدخل دوكينج كونكتور لأجهزة الدوك ستيشن، ومدخل ميكرو SD كارد ريدر لكروت الذاكرة، وكذلك بيجي ببطارية 3 سيل 48 وات اور، والشاحن الأصلي بتاعه 65 واط. بعد ما شرحنا لكم الجهاز الرائع من HP 645 جي 4، ويعتبر الشرح أيضا لجهاز 745 جي 5 لأنهم يعتبروا نفس الإمكانيات تماما من ناحية المعالجات وكروت الشاشة، نقدر نقول دلوقتي إن جهاز 745 جي 5 يتفوق عليه فقط
فقط انه اكثر نحافة وخاماته اعلى بعض الشيء، وكمان الشاشة بتاعته IPS، وكمان اقل وزنا بعض الشيء، وزن 745 جي 5 حوالي كيلو 610 جرام، انما جهازنا النهاردة 645 جي 5 وزنه كيلو 730 جرام. طبعا القياس هنا للوزن في حالة النون تاتش سكرين، انما في المداخل والهاردات يتفوق جهاز 645 جي 4، واعتقد الفرق هنا جوهري ولصالح 645 جي 4. برضو مستنيين رأي حضراتكم في التعليقات بعد الحلقة عن الجهاز ومدى رضاكم عن المقارنة، وطبعا ما تحرموناش من اللايك والشير لان ده شيء بيحسسنا ان اللي قمنا بيه من جمع للمعلومات دي شيء ذو أهمية. روابط الشراء والتواصل في شرح الفيديو اول تعليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.